بتاعهم. الفلوس دي لما اتجمعت صرفت حوالي بس اعلانات في اخر حوالي سنتين تتخطى 200 مليون جنيه. في لجنه مسؤوله عنها بتجمع يعني بيجي لها الحالات من المهندسين تستقصي عنها وتجيب الفواتير والحاجات دي وبتعرضها على المجلس، والمجلس الحمد لله بيدعم بارقام يمكن مش هي احسن حاجه بس الحمد لله بتنفع في حالات كتيره بالذات الحالات اللي هي الامراض المزمنه او الشهادات المستعصيه. الحمد لله كنقابه بنبقى في ظهر اخواتنا وزملائنا من الجمعيه العموميه. يمكن الحمد لله كمان في سعي الجمعيه العموميه او سعي المجلس دعم الجمعيه العموميه. اي مهندس بيقابله مشكله وبيقدم الموضوع للنقابه، النقابه بتكلف المستشار القانوني بيدافع عن الموضوع وبيشتغل فيه. يمكن ما بنعلنش في حاجات كتير لان في حاجات كتير ساعات بتبقى يعني بتمس السمعه او بتمس المهندس، فالاعلان فيها بيضر المهندس اكتر من عدم الاعلان سواء في زي ما قلنا في الحاجات الطبيه او في الحاجات القانونيه. فالحمد لله بنعملها ويمكن ما بنتعلنش عنها بس الحمد لله احنا جوه المجلس بنبقى عارفين الدنيا دي ماشيه ازاي. الحمد لله في موضوع التدريبات والدورات يمكن اهتمام الحمد لله على مستوى كبير بالذات كمان بالنشء اللي هو اولاد المهندسين واحفادهم. بنعمل لهم كامبات على مستوى طول السنه، تدريبات يو سي ماس وبرمجه وشبكات وروبوتات وتحفيظ قران ومسابقه قران كريم في رمضان مهندس تامر عياد عاملها للسنه الثالثه على التوالي بنجاح كبير جدا. حاجات كمان بسيطه زي الرسم زي التلوين زي الخط العربي. دورات بقى تخص المهندسين اللي بيتأهلوا لسوق العمل في كل المجالات بقى سواء حاسبات بنتكلم في شبكات وبرمجه وروبوتات وسايبر سيكيورتي وويب ديزاين وكل حاجه فرونت اند وباك اند استعمال بيانات حساب وكتاب وسيف وسي اس اي وبيم وريفت وكل الحاجات الجديده حسب يعني اللي نقدر نوفره بيبقى موجود. ناس بتاعت عماره 3 دي ماكس والحاجات بتاعتهم انا مش في عماره قوي فمش ايدي بس كل الدورات بتوفر. في كمان في السيفتي بندي اوشا ونجوشا وكذا حاجه. فالحمد لله بنحاول نغطي في الميكانيكا طبعا الاتشيبات كل المجالات. انا مش عايز بس اقعد اذكر المجالات عشان ما تزهقوش بس الحمد لله في كل المجالات بنحاول نعمل تدريب محترم. يمكن نقطه الكلام اللي كنا بنتكلم فيها فيه طبعا زي ما قلنا اي مجموعه بتعمل في حاجه ساعات بيبقى فيه نقط تقصير. فنقطه التقصير بتاعتنا كانت يعني واضح الدنيا زحمه قوي. الفتره اللي فاتت اهمها كان دايما التواصل مع الساده المهندسين. فكان في مقترح ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في ابلكيشن عليه كل اكتيفيتي النقابه فتقدر توصل كل خدمات المهندس لان في ناس كتير تقول لك انت ما عملتش انت ما عملت عاملين كذا وكذا قال لا طب ما اعرفش طب انت في كذا عايزين نعمله ما بنوصلش ساعات ده للناس. فهيبقى في ابلكيشن ان شاء الله الفتره الجايه يتحط فيه كل الحاجات دي. في لجان كتير هتبقى مفتوحه للساده المهندسين يشاركوا فيها بحيث ان هو يقدروا يضيفوا. يمكن لجنه الرعايه الصحيه يمكن اكتر حاجه انا اتكلمت فيها كانت اكتر لجنه منشده طول عمرها في النقابه وكانت مفتوحه. يمكن اتقفلت بس الفتره بتاعت كورونا لحد الفتره الاخيره وكان دايما هم المجموعه المتطوعه هي حتى اللي كانت بتكلم الدكاتره وتتواصل معاهم واللي عملت تحاليل وتجيب خصومات. لجنه التدريب اشتغلت فترات كبيره. ان شاء الله ترجع كل اللجان دي تشتغل تاني والباب هيبقى مفتوح لكل الناس. وطبعا احنا لسه خارجين زي ما بنقول كده من معترك انتخابي كبير. شفت افكار كتير على النت يا ريت بقى اللي عنده فكره وما حدش حظ في النجاح يجي على المجلس ويفتح بابه ويقول يا جماعه انا عندي كذا ولو المجلس قصر وما اشتغلش يقول المجلس ما اشتغلش لكن ما تحطش الفكره في الدرج ونستنى بعد 4 سنين ولا سنتين في الانتخابات الجايه ويطلع له بس ما عملوش ولا اشتغل. مش عايزين النقد يتم كل سنتين. احنا عايزين لو في حاجه تتقال والناس تشوف هتشتغل ولا مش هتشتغل هتساهم ولا مش هتساهم. بلاش احنا دايما مهندسين وزي ما قلنا زي اي مجموعه في ناس هو في حد في الدنيا ما بيغلطش يا جماعه. في حد في الدنيا بيسعى كل حاجه بينجح فيها مستحيل. فاحنا بنسعى مع بعض. انا مش عايز بس اقعد اقول حاجات كتير عشان برضه الجمعيه انا عارف وقت متاخر بس الحمد لله ما فيش مجال لا اسكان ولا تعليم ولا تدريب ولا صحه ولا رعايه مهندس الحمد لله ما سكناش في طريق. يمكن بننجح زي ما بنقول في حاجات وحاجات ثانيه لا. احنا قريب ارض اجل كانت متاخده بقالها فتره الحمد لله جبناها وعملناها وبنيناها واشتغلت. في ارض في المنزله بنحاول فيها اول ما نتمكن احنا خلصنا ورقها من ناحيتنا منتظرين التمكين من ناحيه الجهات المسؤوله عن الموضوع. يوم ما هيسلمونا هنبدا فيها شغل لان احنا بنحاول نحافظ على حقوق المهندس. في حته ارض في المنصوره الجديده بنسعى بيها وبنشتغل فيها. في ارض النادي هنا بنحاول نطورها. خدنا وفد جماعه وقع عليها من سنتين واشتغلنا في موافقاتها جبنا 14 موافقه. يمكن اخر موافقه حمايه النيل واتقال عليها لغط كتير جدا ايام الانتخابات ماشي وناس قالت ان احنا مش هنمشي الموافقه الا ما فلان يعمل ولا فلان يسوي ولا فلان يترك. كل الكلام ده في الفاضي يا جماعه. اللي عايز يساعد المهندسين مش مستني منصب ولا مستني مكان يكون موجود فيه. الباب مفتوح كل المهندسين كل الانشطه كل المجالات. يا ريت اللي عنده اي افاده لزمايله وللجمعيه العموميه يتفضل يضيفها ما يستناش في الانتخابات الجايه عشان انتم ما عملتوش. الباب مفتوح من النهارده من امبارح ومن اول امبارح ومحدش عمره قافل الباب بس هي الناس بتتهيأ ان الباب مقفول. مفيش مقترح به ما تناقش
مفيش مقترح جه ما اتعملش. مش عارف اقول ايه، بس يعني يا ريت تبقى بدايه جديده في صفحه جديده في انطلاقه جديده نشتغل فيها مع بعض ان شاء الله يا رب. واسف بقى مره ثانيه على الاطاله في تقرير الانشطه معايا، لان هو ما كانش مكتوب، وانا انت عارفين انا بمسك الحديده ما بعرفش اسيبها، انا بحب اتكلم كتير، بس يعني ان شاء الله هحاول ابطل. ماشي؟ زي ما حضراتكم طيبين. البند الخامس تقرير السيد المهندس الاستشاري محمد الخوري امين صندوق النقابه عن العام المالي 2025. اتفضل يا باشمهندس.